وقال شو بتحبه. عملوا عقد زواج عند شيخ، وعاشت معه عيشة غريبة. كان يعامله كأنها بنته وسجينته وحبيبته بنفس الوقت. بس بعد فترة بلشت تكتشف انه هو تاجر أسلحة، والكل بيخاف منه، وحتى هي صارت تخاف منه. بعمر 14 سارة صارت أم لطفل سمته أحمد. بس بعدين صار بينه وبين جوزها مشاكل كتير، وصار يضربها وكأن عبدة عنده. أمه زعلت عليها وصارت تقويها، وهو عقله ما تحمل يشوفها عم تتفق مع أمه عليه. أجبرها تتنازل عن ابنها ورمى عليها يمين الطلاق. رجعت سارة لأهلها، وأبوها كان حنون كتير وبيحبها، ورغم يلي عملته قرر يرجعها على المدرسة. بس سارة بوقتها كانت محطمة، وتعرفت على شلة بنات سحبوها للهاوية حرفيا. بلشت بسيجارة حشيش، ومن السيجارة لمواد تانية، ومع غياب الرقابة شوي شوي سارة غرقت بالإدمان. وبما انه مصروفها ما عاد يكفي، تحولت من مدمنة لمروجة. صارت توزع هالسموم هي ورايحة وهي وجاي من المدرسة. وتزوجت بالسر من أحد تجار هالسموم عمره 40 سنة، بس كرمال تضمن الجرعة يلي بتاخدها. عن جد أنا مصدوم أكتر منكم وأنا عم بحكي. كل هاد صار وهي عمرها 16 سنة بس. المهم، بليلة ما فيها ضوء قمر، التقطت سارة هي وزوجها متلبسين بقضية ممنوعات. سارة دخلت سجن القاصرات بعمر 17 سنة، وانحكم عليها 7 سنين سجن. وأصعب وجع كان عند سارة إنه أمها رفضت تزورها، وبعتت لها رسالة: تحملي نتيجة أفعالك. الحنان بالبيت والاحتواء هو الدرع اللي بيحمي الأطفال من أي استغلال خارجي. ورفاق السوء هن الجسر اللي بيمشي فيه الشخص من الفضول للضياع، وبالآخر للهاوية. وأنا برأيي الرقابة الواعية وتقوية الشخصية أهم بكتير من تأمين المصاري والمدارس الغالية. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، والسلام علينا وعليكم.